السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين ومتابعيني في الدنيا، اتمنى تكونوا بخير. شوفوا بقى الطحينة وجمالها تحفة. طبعا احنا قلنا بقى هنعمل بقى الطحينة بايدينا لان هي غالية جدا في السوق. النهاردة كيلو وصل ل 100 جنيه. احنا هنسهل على بعض كل حاجة النهاردة بقلل التكلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمة زي ما انتم شايفين اهوت ربع كيلو من السمسم الابيض. افضي بس في بوله واشوف في اي شوائب ولا اي حاجه اشيلها. ما شاء الله عليه زي الفل، مش محتاج حاجه. انا حاطه طاسه على النار، انا مش هحمصه بس انا هطلع اي رطوبه منه. معاه كوبايه الدقيق ديت، بس هحمصه بس قد دقيقه كده اهوت. وبعد كده انزل عليه بكوبايه الدقيق واطلع اي رطوبه فيه كده اهوت. انا مش هحمصه. تمام كده اهوت، تمام اوي كده اهو. انا بقى فضيته في بوله بس ايه، اخليه يبرد تماما قبل ما اطحنه. شايفين؟ تمام كده كده برد معايا اهوت. تعالوا بقى نطحنه بقى في المطحنه، بس انا عايزاه ايه يعني، اطحنه جامد يبقى ناعم قوي زي السكر البودر كده اهو. تمام، شايفين؟ هي دي النعومه بتاعته، هي زي ما انتوا شايفين اهوت. تمام، انا خلص بقى كل الكميه اللي قدام عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ورجعوا لي تاني. انا خلصت الكميه زي ما انتوا شايفين اهوت وناعم معايا قوي. هستخدم بقى في الخلاط كوبايه من الدقيق الزيت، اسفه. هخلطه خالص لحد ما يديني قوام كده ابيض قبل ما اضيف ايه الكميه اللي قصادي ديت. تمام، هنزل بقى ايه تدريجيا حبه حبه كده، وما انساش طبعا رشه الملح. تمام اوي كده اهوت. وافضل في الخلاط كده اهوت اطحنه جامد، واكمل بقى تاني كده وكذلك لحد ما اخلص الكميه اللي قدامي. تمام اوي كده، خلصت الكميه اللي قدامي اهوت وطحنته جامد في الخلاط زي ما انتوا شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله عليه. هنجيب بقى برطمان كده الجميل بتاعنا وهنفضي فيه الخليط ده كله بتاع الطحينه. شايفين؟ الله عليه، اقسمت لكم بالله جميل جميل وفي منتهى الجمال، ولسه كمان هيتقل تاني لما تحطيه يريح شويه. شايفين؟ ده شكله النهائي معاكم يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين اهوت. يلا بقى جربوا بقى، ما تنساش بقى في اللايك والشير واشتراك في القناه عشان تنزلوا كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.